السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواتي واصحابي في الله، عاملين ايه؟ تعالوا نعمل اللي دايما ريحتها جايبة لاخر الشارع، وكل ما تمشي وتلاقي محل بيعملها نفسك تهفك عليها على طول. سمي الله وصلي على الحبيب المصطفى، وهاتي طاسة حطي فيها شوية زيت وانزلي فيها بتوم وكمون مدقوق زي ما انت شايفة كده، واديهم تقلبتين. وسمي الله وصلي على الحبيب المصطفى سيدنا محمد، وانزلي بالكبدة بتاعتك. واللي هيسألني بتجيبي الكبدة بتاعتك منين، هقولك لا اما من جزارة مكاوي، لا اما من جزارة الاوائل، لا اما من عند الطباخ. التلاتة بتاخدي منهم كبدة حلوة جدا وممتازة قوي. طبعا فين؟ في اسكندرية هنا عندنا، ولازم النار تكون عالية على الكبدة ما تبقاش واطية. واستني وخليكي معايا واوعي تروحي في حتة تانية. وتعالي اقولك بقى، انزلي على الكبدة ببقية التوم والكمون المدقوق والملح كده زي ما انتي شايفة، وابتدي اديها تقليبة. والكبدة ما بنفضلش نقلب فيها كل شوية علشان خاطر ما تتهريش منك، هو يا دوبك بس تقليبة كده خفيفة. بقى هننزل برضو بحبة خل كده، معلقتين من الخل، ونقلب الكبدة بتاعتنا ونسيبها تاخد وتدي بشكل ودي علشان خاطر تستوي معانا كويس جدا. طبعا الكبدة بصراحة بتاعت الثلاث محلات اللي انا قلت لكم عليها دي من اجود انواع الكبدة، وحلوة جدا جدا. كبدة بلدي علشان برضو لو حد هيسألني هقول له ان هي كبدة بلدي. زي ما قلت لكم كده على الطباخ، انا بجد بحب لحمة الطباخ جدا جدا. هننزل بقى بقرن فلفل اخضر، بقرن فلفل احمر، دول باردين مش حامين. اللي حابب يحط حامي طبعا بيحط. نديها بقى تقليبة ونسيبها تاخد وتدي. وطبعا بقى بعد ما بتاخد وتدي وتستوي كده، وحاجة عظمته بجد وحلوة جدا جدا زي ما انتوا شايفين. ليك حرية الاختيار، عيش شامي، عيش فينو، عيش برده، كل واحد زي ما بيحب كده. بصوا بقى الجمال وبصوا الحلاوة. نحط حتة في اللقمة كده ونديها عصرة ليمونة كده، ياه مش قادرة اقول لكم، حاجة حلوة جدا جدا. هي دي الكبدة بتاعتنا بتاعت اسكندرية، علشان خاطر الواحد بيشوف افتكاسات فيها. انا مرة واحدة بس او مرتين عملتها بالسيفن اب، وكنت حابة اجرب وطلعت حلوة مش وحشة، عشان برضو منكرش مع الليمون كده. وكلي بقى وادعيلي واقولك السلام عليكم.